اهلا بيكم. في الفيديو ده هنكمل بقى مع بعض انواع الاودينس، وهنفهم كل واحد فيهم معني بايه او محتاج يعرف ايه من الداتا اللي موجوده عندنا عشان نقدم له الحاجه اللي هو محتاجها بالظبط. وده بيساعدني ان انا انجح الستوري بتاعتي او انجح الفكره او السوليوشن اللي انا بحاول اعمله للشركه اللي انا شغال فيها. فتعالوا نبص مع بعض على الاكزيكتيفز او الناس الاداريين. الاداريين او السي اي او عامه، الناس اللي هم المديرين، اكتر حاجه بتهمهم يعرفوا البرفورمانس او اوفر اول اداء عام عن الشركه اللي هم شغالين فيها. يعني عايز اعرف انا بكسب ولا بخسر؟ هل انا مثلا البروفيت بتاعي زاد ولا قل؟ طب البروفيت مارجن، الهامش الربحي، زاد ولا قل؟ طب لو انا انفستور او لو انا مثلا بانفست في حاجه معينه، الار او اي بتاع الحاجه بتاعتي دي. طبعا كل الكي بي ايز دي هنتكلم عنها وهنشرحها، ولكن يهمه الصوره العامه للشركه. انا بكسب ولا بخسر؟ طب يعني عامه ممكن حتى المدير يسالك يقول لك هم الموظفين قبضوا ولا لا. في مديرين يهمهم خلاص انا طلعت فلوس الشركه، خلاص انا مش فارق معايا، انا تمام، طالما انا مش بخسر فتمام. فالاكزيكتيفز او الاداريين مهتمين يعرفوا الصوره العامه والارقام الكبيره عشان يعرفوا اداء الشركه بشكل عام، ويعرفوا احنا ممكن نبص على ايه قدام. يعني ممكن اقول والله مثلا ان انا بعت بمليون جنيه، مليون جنيه دول اكتر حاجه ساهمت في المبيعات دي مثلا برانش مدينه نصر، او برانش مثلا التجمع. فخلاص هو عارف ان انا بعت بكذا وده بيساهم في الربح مثلا بنسبه 60%. فهو ممكن في باله يرسم حاجه استراتيجيه ان انا والله طب اوكي، طب ما انا ممكن افتح فرع كمان، او ممكن اشوف ال 40% الباقيين دول هل هم متوزعين على مناطق كتيره ولا في فرع واحد بس. فلو على مناطق كتيره، طب ما انا ممكن اجيبهم واحطهم في التجمع، فيبقى عندي تو برانشز مثلا ويحققوا لي نسبه اعلى في الربح. محتاجين يسمعوا زي ما قلت لكم كي بي ايز الاساسيه، زي الربح، الخساره، النمو او الجرو، الفرص اللي موجوده، كل ده بدون تفاصيل معقده، لان هو في الاخر محتاج يعرف الصوره العامه. التفاصيل دي ليها ناس في الشركه معنيه بيها. طيب الناس دول هم مين؟ هم الديبارتمنت مانجرز، هم رؤساء الاقسام، رئيس قسم الحسابات، الماليات، الماركتنج، التسويق، السيلز، كل دول هم معنيين بقى بالتفاصيل. فهم مهتمين بايه؟ بالاداء التفصيلي الخاص بالقسم بتاعهم عشان يعرفوا القسم ده بيأثر ازاي في الشركه، القسم ده بيأثر ازاي في المليون جنيه اللي انا كسبته مثلا او اللي انا صافي الربح بتاعي. ومحتاجين يعرفوا البرفورمانس بتاع التيم بتاعهم، هل الناس بتعمل، ممكن نعمل لهم مثلا داشبوردز او ريبورتس مثلا عن بشكل ويكلي، عن مثلا او شكل شهري عن ال- الرد على العملاء، سرعه الاستجابه. الحاجات دي كلها مهمه ان احنا نكون عارفينها. طيب التيمز محتاجين يعرفوا الاداء التفصيلي، الاداء العملي، تمام، وتفاصيل النتائج اللي بتاثر على شغلهم بشكل مباشر. محتاجين يعرفوا اهداف قصيره المدى، حجم الشغل بتاعنا هيكون عباره عن قد ايه. طيب المسؤوليات اللي احنا مسؤول عننا، ازاي ممكن الداتا اناليسيز او التحليل بتاعي يساعدهم في تحسين شغلهم اليومي، يخليهم اكتر كفاءه من خلال مثلا اوتوميتد ريبورتس مثلا جايه من كلاينتس معينه، فيبقى ظاهره قدامهم على طول بشكل مستمر. داشبوردز معينه تساعدهم ان هم خلاص نعرف الويكنس فين، طب النقاط القوه فين، الضعف فين، هكذا. طيب الكلاينتس بنسبه كبيره مهتم بالخدمه بتاعته، مهتم ان هو يكون عنده داشبورد او عنده مثلا حاجه انتراكتيف تلخص له، ماشي، تلخص له او تعرفه التفاصيل على حسب بقى، تلخص له او تعرفه التفاصيل اللي هو محتاجها. طبعا ده لما بنفهم من العميل بنعمل له الحاجه اللي هو عايزها. فممكن يكون محتاج اداء تفصيلي، ممكن تتعامل مع الكلاينت ده از ان هو اصلا اكزيكتيف، او از ان هو اكزيكتيف للمنتج بتاعه بس هو عميل. فممكن نضم ده برضه تحت فكره اللي هو الاكزيكتيف او اللي هو العميل، اللي هو عنده اصلا شركه او اللي هو مهتم برضه بس بنسبه كبيره. لو هو كلاينت عنده مثلا فريلانسر، محتاج يعرف تفاصيل برضه كمان، مش مجرد اوفر فيو يعني. ومحتاج يعرف ازاي الشركه بتحقق نتائج افضل او ازاي ممكن نطور في الشغل بتاعنا. طيب التكنيكال اودينس زي ما قلت لكم في الاول ممكن يكونوا مهتمين ب او يعرفوا البيانات دي ازاي انها ممكن تساعدهم ان هم ياخدوا قرارات احسن كتكنيكال. ممكن انت كشخص يقابلك مشكله، او مثلا زي ما قلت لكم عندي داتابيس، عندي قاعده بيانات كبيره، بكتب كويري بتجيلي ببطء. طيب فده ممكن يكون بسبب حاجتين. اول حاجه الكويري اللي انا بكتبها بطريقه تخلي البرفورمانس يكون بطيء، او الداتابيز نفسها مش احسن حاجه، او الستورج او السيرفر وات ايفر. فده بقى تبع التكنيكال اودينس، ممكن ان احنا نعرفهم الحاجات دي بتاثر ازاي في الشغل بتاعنا. والانفستورز محتاجين برضو ان هم يكونوا عارفين الار او اي، البريدكتد بروفيت. الحاجات دي كلها مهمه عشان يعرفوا على اللونج تيرم ازاي ان احنا ممكن نكسب او نخسر. سواء ده ممكن يكون بقى جزء بريدكشن، جزء وات اف اناليسيز، هكذا، باستخدام الداتا اللي موجوده عندنا. فلما نيجي نتعامل مع الناس دول، خلي بالكم برضو الانفستورز يعني اللي هم تكنيكال، هم اودينس متشعبين او كتير، ولكن ممكن على فكره تضمهم كلهم في اربعه مثلا او ثلاثه. الانفستورز دول ممكن نقول ان هم برضو ناس معاها فلوس تستثمرها، فهو عباره برضو عن صاحب شركه او صاحب حاجه
مهتم بيها، او صاحب فلوس ممكن يضم الفلوس في شركه مثلا. الكلاينت زي ما قلت لكم ممكن يكون اكزيكتيف اصلا في حاله من الحالات، ان هو عميل عنده شركه، مش مجرد بس عميل انت بتعمل له تاسك او بتعمل له حاجه معينه. التيمز والديبارتمنت مانجرز هم ممكن نضمهم على بعض في حاجتين مع بعض. الاهم في الموضوع كله ان انا اكون عارف مين هم الاودينس بتوعي، وازاي ان انا ابدا اقدم لهم الحاجه اللي هم محتاجينها. تمام. وهنشوف برضو الكي بي ايز دي ازاي بنحددها وبنشتغل عليها. فاحنا كده عرفنا اول حاجه مين هم الاودينس اللي انا هبدا اشتغل معاهم، او عرفت ان اول حاجه عندي محتاج ان انا اعرف مين اللي انا بتارجتهم او بديهم او انا بكومينيكيت مع مين عشان اديهم الحاجه اللي هم محتاجينها. تاني حاجه لازم اعرف ايه الحاجه بقى اللي هم محتاجينها. ماشي، يعني لازم احدد ايه المشكله اللي عندي. انا عرفت ان انا مثلا هقعد في اجتماع مثلا مع مدير الشركه. طيب هو مدير الشركه محتاج يعرف ايه؟ فمحتاج افهم ايه اللي الاودينس بتوعي محتاجين يعرفوه، او ايه اللي انا محتاجهم يعملوه. ممكن اكون عايزهم يزودوا مبيعات، سوري يزودوا مثلا تسويق، يعملوا منتج جديد. انا شايف ان في فرصه كويسه في السوق من الاناليسيس بتاعي، فاقدر ان انا اقول لهم نعمل واحد. ممكن اعمل لويالتي بروجرام، ممكن اعمل ريفيرال بروجرام، ممكن اعمل كاستمر سيجمنتيشن، ممكن اعمل حاجات كتير جدا في البيزنس بتساعد ان هو يكبر. فبالتالي وات دي بشوف انه ايه الحاجه اللي الاودينس بتوعي محتاجين يعرفوها، او انا محتاج اقول لهم ايه، او محتاج ان هم يعملوا ايه او يعرفوا ايه. اوكي. طيب هاو ازاي ان انا استخدم الداتا اللي موجود عندي في ان انا اطلع بالقرارات دي بقى. هاو كان الداتا اللي عندي هيلب تو ميك يور بوينت. ازاي الداتا اللي عندي او ايه البيانات اللي المفروض تكون متوفره او موجوده عندي عشان اقدر ان انا اعمل الاناليسيس بقى، اودي ريكومنديشن، او ابدا احدد الكي بي ايز والحاجات دي كلها. فدول الثلاث حاجات اللي المفروض يكونوا عندي، او يكون عارفهم قبل ما ابدا اي بروجكت، عشان ابدا ان انا اعمل بروجكت صح ويلبي احتياجات الجمهور ويلبي احتياجات الاودينس، وكمان يساعدني انا كداتا اناليست ان انا اطور من نفسي وفعلا اثر في المكان اللي انا موجود فيه. الفيديو الجاي هنشوف مع بعض مثال عملي بنلم فيه او بنطبق فيه الثلاث حاجات دول مع بعض. عندنا مشكله، مين اللي احنا المفروض نتارجتهم، وازاي ممكن نحل المشكله دي. مستنيكم الفيديو الجاي عشان نثبت اكتر المعلومه مع بعض. فيلا بينا ندخل في الفيديو الجاي.